مرحبا، جولة هذا اليوم أمام باب جامعة الكوفة، الطريق المباشر لشارع كوفة نجف. تساؤلنا للطلاب شنو هي المعاناة اللي يعانوها من هذا الطريق ومخاطر هذا الطريق. تعالوا ويانا بهاي الجولة خلينا نشوف. حقيقة احنا نعاني من شغلتين، النقل داخل الجامعة والنقل هذا النقل هنا دا يكون جدا مزدحم، يعني ككيات يبدي من شارع المتنبي أو من ميردات المتنبي، وهنا أيضا يبدي من قبل الجسر، فهذا يسبب لنا تأخير. أنا عندي محاضرات، دكتور مدخلني، يعني أنا وايد أتضرر من هالشيء. شيء أكيد هواي، والبداية المخاطر يعني هسه كحياة الطلاب اكو هنا هواي مخاطر مثل السيارات، ماكو مرور إلا يجينا الصبح، ويعني شيء أكيد ما راح يحصل هاي الحركة مالت الطلاب السيارات، فنحتاج جسر مشاة اللي هو بعيد حاليا عن البوابة. هي صح كلش تأذي، وتدرين اطلع ب6:30 واوصل هنا ب8:30 لان الزحام كلش قوي، وسادين الشوارع كلها مسدودة الشوارع، وانا بيتي بعيد بالحيرة لهنا واجي اصعد كيات 2 طبعا. والله الازدحام يعني مسببنا مشكلة هسه احنا كطلاب، يعني اذا يوفروا لنا جسر حالي، جسر ابو المصعد نعبر فوقها، اي والله جسر عبور، اي والله يعني يكون احسن لنا، يعني حوادث مرات تصير هنا وطلاب يروحون. أكثر من مرة صار حادث، وهاي الجامعة وجامعة التربية الأساسية بشارع الجنسية هم كذا صار أكثر من حادث، فيا ريت يحطون مرور أو يحطون هنا طسة أو شيء حتى يخفف أبو سيارة، لأن أبو سيارة مثل ما قاعد تشوفون يمشي سرعة، يقول لك ماشي على السياحة مو شارع عام، وطلاب قاعد تعبر وناس